بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجايبي. معجزتنا النهاردة معجزة رهيبة وجميلة جدا جدا، حتى الدكاترة نفسهم استغربوا منها، وازاي حصل كل ده واختفى المرض تماما. معجزتنا النهاردة عن القديس الجميل العظيم البابا كرولوس السادس. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجايبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بتحكيها سيدة بتقول ان هي عمرها ما شافت البابا كرولوس طول حياتها الا مرة واحدة بس، وما تعرفش عنه غير ان هو رجل صلاة وإيمان، وبتقول ان دي افضل حاجة تتعرف عن انسان. وفي يوم وقع في ايديها الجزء الاول من كتب معجزات البابا كرولوس السادس. قعدت تقرا فيه بشغف كده ورغبة شديدة ان هي تعرف كل حاجة عن البابا كرولوس وسيرته، وكل حاجة كبيرة وصغيرة عن سيرة البابا كرولوس. وكانت بتقول ان هي بتحس براحة كبيرة جدا جدا لما تقرا السيرة بتاعت البابا كرولوس والمعجزات الجميلة اللي كان بيعملها. كانت بتحس بالهدوء والامان، عشان كده حطت ميدالية للبابا كرولوس معاها يعني، وكمان فيها مريمينا حطتها علقتها في صدرها علشان تبقى معاها على طول. وشالت صورة للبابا كرولوس في الشنطة بتاعتها، وعلى طول كانت لما بتيجي تنام ما بتنامش الا لما بتحط صورة البابا كرولوس تحت المخدة بتاعتها. تقول في يوم من الايام في شهر اغسطس سنة 1979 حس جوزها بألم شديد جامد جدا في جنبه اليمين. شخصوا الجراحين والدكاترة ومنهم الدكتور المعروف في اسكندرية دكتور محمود عبد الهادي ان ده فتق في الجنب الايمن، على العلم بان زوجها كان عمل عملية فتق بس في الجنب الايسر من سنة تقريبا. وكان بيقولوا ان هما مش متصورين مدى اللي اصابهم من حزن وان هما اللي حسوا بيه يعني، لان ده كان ألمه رهيب جدا جدا. وزوجها لقى نفسه قدام عملية صعبة كبيرة وصعبة عليه قوي، وألمها صعب جدا لان هو سبق ليه ان هو اتعرض للألم ده قبل كده، وحس هو قد ايه ألم شديد جدا، والمدة ما كانتش قصيرة علشان خاطر يلحق يشفى يعني من العملية الأولانية. جريت الست دي تصلي وتتشفع بالبابا كرولوس السادس وتطلب منه ان هو يشفي جوزها، وكانت بتكلمه وتقوله هو وماريمينا تقوله انت اللي هتعمله العملية وتشفع له يا بابا كرولوس ربنا يشفيه وكده، لان هما كانوا داقوا وشافوا جربوا العملية اللي فاتت من الألم الرهيب اللي كان بيحس بيه. والدكتور اللي كان بيعالجه سافر في الوقت ده للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 20 يوم علشان واتفق معاهم ان بعد ما هو هيرجع هيعمل له العملية، واتفق خلاص وحدد الميعاد. وخلال الأيام القليلة دي ظهر عند زوجها ورم بحجم الليمونة كده في مكان العملية الأولى، فحسوا ان العملية الأولانية ما نجحتش، وان الدكتور خبى عليهم الموضوع ده والحقيقة دي، لان لاحظ ان زوجها كان مرتبك وحزين جدا بسبب العملية التانية والتعب اللي ظهر له تاني. واللي اكد ظنونهم عن الدكتور ده ان هم راحوا لدكتور تاني معروف ومشهور في اسكندرية اسمه الدكتور كمال عبد الله، وشخص لهم الحالة بان ده فتق ايسر مرتجع يعني رجع تاني، وده خلاهم يصابوا بذعر شديد وحزن شديد جدا جدا، وسبب لهم ألم نفسي كبير جدا. وده حسس الأسرة بحالها ان هما متلخبطين ومش عارفين يعملوا ايه، وكانوا في حزن شديد في الأسرة بسبب الموضوع ده. وكمان اللي زود ألمهم واللي زود الحزن بتاعهم ان هي بتحكي ان هي بتقول صحيت في يوم من الأيام لقت ابنها عنده التهاب شديد جامد جدا في خده، وان هي يعني كانت منهارة بسبب الموضوع بتاع جوزها وتعب جوزها، وده زاد اكتر بان ابنها كمان تعبان وفي التهاب وورم شديد في خده، فخافت ان ده يكون الورم ده حاجة خطيرة وصعبة يعني. وظلت تبكي، قعدت تبكي كتير جدا للبابا كرولوس ومش بتبطل كتر عياط يعني، وتطلب من البابا كرولوس ان هو
يتدخل ويشفي ابنها وجوزها. وكانت ماسكة صورة البابا كرولوس وهي بتعيط وبتبكي وبتصلي بالدموع جامد جدا، وبتقول للبابا كرولوس: هو انا هلاقيها منين ولا منين يا بابا كرولوس؟ زوجي وبعدين ابني، اشفيهم يا بابا كرولوس بشفاعتك، وخليك معايا واسندني لان الموضوع صعب عليا جدا. وفضلت تبكي جامد جدا وما نامتش لغاية من كتر التعب غلبها النوم ونامت، وهي كانت ماسكة في ايديها صورة البابا كرولوس كده موجودة على كتاب المعجزات بتاعه الجزء الثالث. وهي نايمة ظهر ليها البابا كرولوس بنفس المنظر اللي كان موجود على الكتاب، وحوالين وجهه وشه يعني نور جامد جدا جدا، وقال لها: ما تبكيش وما تخافيش، انا هرشم جوزك وابنك ولادك الاتنين بالزيت. وكرر لها الكلام تاني، قال لها: ما تخافيش وما تعيطيش. وبعدين شافته وهو بيمشي ويروح ناحية جوزها واولادها ورشمهم كلهم هما التلاتة بالزيت. صحيت الصبح وهي فرحانة جدا ومبسوطة وجواها سعادة رهيبة جدا واطمئنان وامان كده، وراحت لصورة البابا كرولوس والدموع في عينيها مالية عينيها، وبتقوله: هو صحيح يا سيدنا انا شفتك في الحلم ولا دي كانت تهيؤات؟ وفي نفس اليوم بالليل اخدت ابنها عشان تكشف عليه، والدكتور طمنها وقال لها ان اللي موجود عند ابنها ده مش حاجة مزعجة يعني ولا حاجة صعبة، ده بسبب التهاب اللوز وهيختفي الورم ده تماما، بس لازم يعملوا عملية للابن ويشيلوا اللوز دي. في الوقت ده هي بقت مطمنة من ناحية ابنها وبقت هادية خالص، وقعدت تحكي لهم الحلم اللي هي حلمت بيه والبابا كرولوس واللي قاله لها وكده. ففي الوقت ده صرخ ابنها اللي كان تعبان وقال لها: صحيح يا ماما، ده البابا كرولوس جه ودهني بالزيت بالليل. هنا اتأكدت الست دي ان هي فعلا شافت البابا كرولوس حقيقي، وشكرت ربنا على كده، وقالت لجوزها ان هو قالت له: انت هتشفى بإذن ربنا، ومارينينا والبابا كرولوس هما اللي هيعملوا لك العملية، ومش الدكاترة ابدا هما اللي هيعملوا لك العملية، لا، البابا كرولوس ومارينينا هما اللي هيتدخلوا ويعملوا العملية. وده شجعهم ان هما يروحوا لدكتور تاني علشان يكشف على جوزها. وفعلا راحوا لدكتور تاني خالص وفحص جوزها فحص دقيق جدا وكشف عليه كشف يعني واضح خالص، وفاجئهم بحقيقة عجيبة جدا. أكدت فعلا وزودت تأكيدهم ان فعلا البابا كرولوس زارهم في البيت بتاعهم. بعد الكشف الدقيق اللي الدكتور عمله لجوزها أكد لهم ان مفيش أثر لا للفتق سواء في الجنب الشمال أو اليمين. اما الورم اللي كان ظهر في مكان العملية الاولانية فده ما كانش ليه اي اثر تماما واختفى خالص ومفهوش اي حاجة، اكد لها ان جوزها سليم تماما ومفهوش اي حاجة خالص. واللي اكد لهم الكلام ده ان هم راحوا لدكتورين تانيين واكد لهم برضو ان مفيش اي اثر للمرض وان هو شفي تماما ومفيش اي حاجة تستدعي ان هم يروحوا او يعملوا عملية يعني. بعد الكشف بأيام قليلة قرروا ان هم هيروحوا دير الشهيد ماريمينا، وفعلا راحوا وصلوا لربنا. وهم في المزار كانوا واثقين جدا ان ماريمينا والبابا كرولوس ما كانش هيكسفهم وهيقف معاهم، وكانوا مبسوطين جدا جدا بالرحلة دي وتناولوا وحضروا القداس. وبعدها قرر جوزها ان هو هيروح المنطقة الأثرية ماشي على رجليه، وفعلا راح ومحسش بأي تعب خالص، رغم انه قبل كده كان بيطلب من مراته ان هي ترجع قيمة الاشتراك بتاع الرحلة لان هو تعبان يعني حاسس بتعب شديد جدا ومش هيستحمل السفر الطويل بتاع الرحلة دي. بعد كل ده رجع بره من امريكا الدكتور اللي كان متابع معاه جوزها من الاول، وراحوا كشفوا عنده تاني. اكد لهم الدكتور ده ان جوزها شفي تماما من كل الامراض اللي كانت موجودة عنده، وان هو مفيش اي حاجة خالص تستدعي ان هو يعمل عملية. وهي فعلا كانت متأكدة من كده ان البابا كرولوس وماريمينا شافوا جوزها. وكمان ابنها اللي كان تعبان عمل العملية بتاعت اللوز دي وبقى كويس خالص وشفي تماما. وابنها التاني شوفي برضو من مرض كان جاله بعد كده، فافتكرت الحلم اللي هي
حلمته، والبابا كرولوس ظهر لها فيه وقال لها ان هو هيرشم جوزها وولادها الاتنين، رغم ان ابنها التاني ما كانش مريض وقتها. فعرفت ان البابا كرولوس كان عارف بعلمه السابق ان ابنها ده هيتعب وهيصحى بعد كده. حقيقي البابا كرولوس وماريمينا شفاعتهم جميلة جدا جدا، وما بيكسفوش وما بيغزلوش اي حد بيطلبهم ويطلب منهم نجدة او شفاعة او معونة. شفاعة البابا كرولوس وماريمينا تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلاتكم. سلام.